هاي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ويلكم باك تو ماي channel. فيديو النهارده هنتكلم عن 10 عادات بسيطة جدا جدا هتخلي فعلا حياتك احسن وابسط واروق، وهتحس ليه انا ما كنتش بعمل الحاجات دي من زمان وهي اساسا ما بتاخدش اي مجهود. وبس كده، ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجه ان انت لازم تتعود ان انت قبل ما تنام تكون عارف هتصحى بكره الصبح تعمل ايه، سواء مثلا في دماغك او في تو ليست او مثلا انت هتخطط للموضوع ده. ايا كان، المهم ان انت لما تصحى بكره الصبح من النوم ان شاء الله تكون عارف انا هقوم اعمل كذا كذا على طول. لان انت لو ما عملتش كده حرفيا يومك هيضيع في ولا شيء. هتقعد على الموبايل، هتقعد على الشاشه، هتعمل اي حاجه حرفيا ملهاش لازمه. لكن لو خططت او كتبت مثلا تو ليست هتبقى عارف انت هتصحى من النوم هتعمل واحد اتنين تلاته، ويمكن كمان تخلص كل اللي انت عاوزه وزياده كمان. تاني حاجة ان احنا زي ما بندي للحزن حقه برضو لازم ندي للفرحة حقه. يعني مثلا مع اي انجاز حتى لو بسيط جدا حاول ان انت تفرح نفسك حتى لو بينك وبين نفسك، بصورة حلوة، باكلة حلوة، بفسحة حلوة. المهم ان انت تحتفل باي انجاز حتى لو انجاز ده بسيط جدا. تالت حاجة بجد دي أحلى حاجة أنت ممكن تتعلمها في حياتك، وهي قاعدة واحد اتنين تلاتة. بجد القاعدة دي تحفة فنية، والله تحفة فنية. مع أي حاجة أنت مكسل تقوم تعملها، أول حاجة طبعا إنك تدعي ربنا يعني إن أنت يبعد عنك الكسل ده. ثانيا قول واحد اتنين تلاتة وما تفكرش، قوم على طول اعملها. القومة دي بس هي اللي بتبقى صعبة، مجرد ما بتبدأ الحاجة بجد الموضوع بيكون سهل جدا. الموضوع ده يعني فعلا ما فشلش معايا ولا مره، يعني 99% من المرات بجد نجح معايا. وكان اكتر فتره يعني انا بستخدم معاها الاسلوب ده كان في بدايه ان انا اقوم اصحى اصلي الفجر. لما كنت في البدايات مثلا انا تعبانه او عايزه انام او ما خدتش كفايتي من النوم او ايا كان يعني، ساعات طبعا كنت بكسل والشيطان بقى وحركاته دي يعني. المهم كنت مثلا بقول واحد اتنين تلاته اقوم قايمه، ما بفكرش. لو فكرت بجد ثانية واحدة هكمل نوم. فانت ان شاء الله تستعين بالله يعني وتقول واحد اتنين تلاتة وتقوم على طول من غير ما تفكر. رابع حاجة الصدقة، وكلامي هنا مش على صدقة الفلوس اطلاقا. حرفيا في مليون نوع تاني من انواع الصدقة. عندك مثلا الصدقة بالوقت، صدقة مثلا بالمجهود، صدقة مثلا ان انت هتعرف حد حاجة او هتعلم حد حاجة، صدقة مثلا ان انت عندك لبس مش محتاجه مش بتستخدمه بقالك فترة تطلعه لحد يستفاد منه، صدقة مثلا بدواء مثلا ان انت الحمد لله ربنا شفاك مثلا قبل ما تخلص الدواء، فبدل ما حد مثلا يروح الصيدليه ويدفع فلوس انت ممكن تديله الدواء بتاعك اللي انت مش محتاجه. فحرفيا في انواع كتير قوي قوي من الصدقه غير صدقه الفلوس اطلاقا. بعد كده بجد بحس ان يعني انت اللي بتتصدق، انت اللي محتاج الصدقه اكتر من ان انت بتديله. بجد الموضوع بيفرق، وبحس بجد من اكتر النعم اللي ربنا انعمها على الانسان حوار الصدقه ده. فتصدق تصدق تصدق. خامس حاجه بلاش 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 موبايل اول اليوم. ليه بقى؟ لان مثلا على الاقل يعني بلاش موبايل اول ساعه. لان احنا بنكون في اول ساعه واتنين في يومنا كده بتبقى في قمه نشاطنا حيويتنا تفاؤلنا كل حاجه. فهتخش مثلا على الموبايل على الفيس هتلاقي مثلا خبر وحش هيقفلك وهيضايقك وهتخليك بدل ما انت صاحي كويس ونشيط الخمول هيزيد. تاني حاجه ان انت مثلا ممكن ما تشوفش خبر وحش خالص، ممكن مثلا يعني حد بعت لك رساله فهترد عليه فهيرد عليك. هتخلص الرساله هتخش من ابلكيشن لابلكيشن، فهتلاقي نفسك ان اول ساعه في يومك اساسا اللي هي بتبقى في قمه نشاطك راحت على الولا شيء. فبجد بلاش موبايل اول اليوم اطلاقا. سادس حاجه ان انت تفرد ظهرك. دايما ساعات ابقى قاعده في امان الله كده الاقي بابايا جاي يقول لي افردي ظهرك افردي ظهرك، فبقيت مثلا وانا قاعده بعمل اي حاجه جوايا بقى حد بيقول لي في مخي افردي ظهرك. فالنصيحه السادسه ان انت تفرد ظهرك. سابع حاجة، ودي حاجة أنا اتكلمت عليها حرفيا ألف مرة سواء في حياتي الشخصية أو على اليوتيوب، إن أنت لازم كل يوم تكتب الثلاث حاجات أنت ممتن ليها في يومك. مش لازم الحاجة دي تبقى سوبر ولا حاجة هيرو ولا حاجة ما حصلتش في الدنيا. يعني أنت ممكن حتى يعني وسط الأحداث اللي احنا بنشوفها دي كلها ممكن يعني نحمد ربنا ونكون ممتنين ليه على نعمة إن أنا إنسان حر مش مسجون مثلا أو أي حاجة. إن أنا باكل بشرب بتنفس عندي عين بشوف بيها، يعني بسمع بنطق، يعني حاجات كتير قوي قوي. نعم ربنا بجد مغرقانا. فلازم وسط الحياة الروتينية والحاجات اللي بتحصل حوالينا ان احنا نكون ممتنين لربنا على كل النعم دي. فاحنا بنفكر نفسنا بيها كل يوم، على الاقل الثلاث حاجات بس نكتبها نكون ممتنين ليها في حياتنا. تامن حاجة وهي انك تصلي الصلاة في وقتها.
مهم جدًا، جدًا بجد إن أنت تصلّي الصلاة في وقتها، لإن دي حل لأوحش مشكلة بتقابلنا في الصلاة، وهي إن الصلاة بتكون تقيلة علينا. يعني عايز الصلاة تكون سهلة وسلسة وخفيفة كده عليك، بجد مجرد ما تسمع الأذان قوم صلّي على طول. يعني أنا عانيت مع الموضوع ده فترة كده معيّنة مع صلاة العِشا، كنت باستغرب إشمعنى صلاة العِشا تقيلة أوي عليّا كده، يعني مثلًا غير الفجر، الضهر، العصر، المغرب، ليه العِشا تقيلة عليّا أوي كده؟ مع إني بابقى ساعتها قاعدة في البيت مش برّه مثلًا، وواكلة وشاربة ومثلًا مش باقوم لها مخصوص زي صلاة الفجر مثلًا، يعني بابقى فعلًا اللي هو قاعدة وصلاة العشا تأذن وتبقى تقيلة عليّا إن أنا أقوم أصلّيها، عشان اكتشفت إن أنا بس أنا مش عارفة ده صح والّا غلط يعني، إن فكرة إن حد يقول لك إن الصلاة بتاعة العشا ممتدة لحد الساعة 00:00، أنا مش عارفة مدى صحة الموضوع ده، بس أنا كنت باعمل كده، اللي هو باقول بقى خلاص هي وقتها ممتد لحد نُص الليل، فاصلّيها أي وقت، لأ بجد الموضوع ده خلّاها تقيلة عليّا جدًا، جدًا، جدًا. مجرد ما عالجت النقطة دي، وإن أنا بقيت باصلّي العشا مجرد ما هي الأذان يأذن أقوم أصلّيها، الموضوع بجد بقى تحفة جدًا وسلسة وسهلة والدنيا حلوة، بجد بجد في فرق شاسع ما بين إن أنت تأخّر الصلاة وإن أنت تصلّيها في وقتها. تاسع حاجة ودي أكتر حاجة بجد كويسة أنت هتقدّمها في حق نَفْسك طول ما أنت بتعمل حاجة مش محتاجة تركيز، زي مثلًا أنت سايق أو أنتِ مثلًا بتطبخي أو بنغسل الأطباق أو بنعمل أي حاجة، بنروّق، بنعمل أي حاجة مش محتاجة مننا تركيز، إن إحنا نسمع بودكاست أو نسمع كتاب صوتي. بجد كمية معلومات هتخش لحياتك وتخش لمخك مش ممكن تتخيلها مع كل حاجة بتعملها مش محتاجة منك تركيز. لا بقى هتقعد تفكر في حاجة تضايقك ولا مش عارف ايه ولا كل الحاجات دي، لا بالعكس، انت قاعد دماغك مشغولة مع اللي بيتكلم، بتفهم حاجة، بتعرف معلومة، سواء معلومة دينية، معلومة عامة، معلومة بتضحك، اي حاجة يعني. المهم ان انت تسمع بودكاست او كتب صوتية. وانا عن نفسي دايما برشحهم يعني حاجتين. أول بودكاست وعي، ده بودكاست ديني فظيع، تحفة فنية بجد، بيعرّفك كمية معلومات دينية مش طبيعية. تاني حاجة بودكاست بتاع اسمه كنبة السبت بتاع دكتورة نفسية، يعني فظيع، فظيع بجد، هيساعدك كتير أوي نفسيًا. فبجد أحسن حاجة ممكن تعملها في حق نفسك إنك دايمًا تسمع بودكاست أو كتاب صوتي. عاشر حاجة بجد اوعى تضيّع إنك تقول كل يوم الصبح وآخر النهار أذكار الصباح والمساء، بجد حاجة رائعة يعني، اللي هو كأنك بتجيب نفسك وبتحطها جوه حصن طول اليوم أنت محفوظ يعني بحماية ربنا ليك. يعني مثلًا لو أنت كل يوم بتصحى الصبح تروح الشغل وكده، وأنت مثلًا عارف إنك مسنود أو في حد أنت عارفه تقيل في البلد مثلًا، فعارف إن هو دايمًا بيحفظك، شوف أنت بتبقى يعني يعني ماشي في الدنيا وأنت متطمن ومرتاح إزاي إن في حد، والحد ده still في الأول وفي الآخر ده إنسان هو بيحميك. فتخيل لمّا تقول حاجة وربنا بعظمته بيحميك، فبجد مهم جدًا، جدًا أذكار الصباح والمساء يوميًا. وحاول إن أنت تربطهم بوقت مثلًا إن أنت يعني الصبح مثلًا وأنت نازل رايح الشغل مثلًا إنك تقوله وأنت في العربية، ممكن مثلًا وأنت بتصلي العصر ما تقومش من على سجادة الصلاة غير وأنت قايل أذكار المساء. ممكن مثلًا تربطهم عندك بمنبه مثلًا الصبح برضه والعصر. المهم إن أنت ما تفوّتهمش أبدًا لإن هم بجد سحر، سحر، سحر. وبس كده لحد هنا خلص فيديو النهارده، أتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه، وإن شاء الله ممكن أعمل منه part 2. المهم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، ولحد ما أشوفكم الفيديو الجاي كونوا بخير وإلى اللقاء.